إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكلف الله به الأمة فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما كنا في أماكن فضل البلاد إذا كان فضل مش أحسن ولا تفضل يقدم وكان فضل كل فيه عشان الناس لا تفضل في شهر شعبان في كل عام يتذكر المسلمون ذلك الحدث المجيد الذي وقع في السنة الثانية من الهجرة ألا وهو حادث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. وقع ذلك الحادث في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة حتى لا يقول في الحديث نوجده في عدة نقاط. أولا التشهير للمسلمين بحرب إعلامية لم يسبق لها كثير على أثر هذا الحدث قبل أن نقول فيه من مجموع الروايات المتعلقة بحادث تحويل القبلة يتبين أن المسلمين في مكة قبل الهجرة كانوا يتوجهون إلى الكعبة في الصلاة. كانت قبلتهم في الصلاة هي الكعبة وذلك من أول أن فرض في الصلاة ليلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة أي قبل الهجرة ب3 سنوات. ثم صدر أمر من الله عز وجل لرسوله أن يتوجهوا إلى بيت المقدس في خلال هذه الفترة. توجهت بإيه؟ 16 شهرا أو 17 شهرا حوالي سنة ونصف. ثم كان الأمر الإلهي الحقيقي في السنة الثانية من الهجرة يعني بعد أن فرض في الصلاة ب5 سنوات صدر الأمر الإلهي الأخير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين معه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وعلى أثر هذا الحادث واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حربا إعلامية لم يسبق لها مثيل على 3 جبهات. لا كل بقى جبهة القمر ولا كل جبهة التركية ولا كل جبهة القمر. النبي صلى الله عليه وسلم يواجه حربا إعلامية شرسة من 3 جبهات سماها ربنا
بدأت الرسالة إلى العهد الجهاد. بدأت الحرب الإعلامية تؤتي بوجه حينما حدثوا بعقول ضعاف الإيمان. وهذا الله كلامه جد وكلامه حق. فبدأ ضعاف الإيمان يميلون إلى قول المشركين تماما كما حدث زلزال بعد حادثة الإسراء والمعراج. وهنا يقول ربنا جل وعلا: وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ذلك في المدينة ويذهب المنافقين الذين دخلوا الإسلام من وراء النفاق. لكن يعني هو ليه؟ في قلوبهم الكفر، لكن دخلوا الإسلام عشان يفعلوا في الإسلام. فقالوا: والله ما ندري أين يتوجه محمد توكل شوية ذكر الله الحرام والكعبة وشوية ذكر المسجد وشوية كعبة. والله ما ندري أين يتوجه محمد. إن كان التوجه فينا مرة باطلا فقد ضاعت صلاتكم إليه. فنزل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. معنى إيمانكم في هذه الآية أن صلاتكم وما كان الله ليضيع إيمانكم. ويقول الله عز وجل في هذه الآية أيضا: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. أي أن الجهاد كلها لله عز وجل. ما عليكم إلا أن تستجيبوا لأمر الله. والجهاد أو الأراضي لا تصدق أبدا. مش عشان تتوقعوا لأن الوقت في أصبحتم مقدسين كالأراضي المقدسة. لا، الأرض لا تصدق أحدا. كما أن الأرض العظيم لا يرفع شأن أبنائه إذا كانت أعمالهم ضابطة. ومن هنا شاءت إرادة الله عز وجل أن يعود بالناس إلى فكرة أبيهم إبراهيم لأنها إلى الأرض. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يحصلوننا على شيء. اليهود والنصارى لا يحصلوننا على شيء كما يحصلوننا على الفتنة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى يوم الجمعة التي هدانا الله له وضلوا عنه، وعلى قولنا قلب الإمام الآمين. ثلاث أشياء يحصلوننا عليها يوم الله: الجمعة والكعبة وقولنا قلب الإمام الآمين. هذه نقطة التشهير إعلاميا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاصة كانت الدولة في بداية التأثير
إذا كان احتجاجا عصبية أو جاهلية أو حتى إذا خلصت القلوب لله عز وجل وخلص حقوقها لله رده الله عز وجل إلى قبلة أبيه إبراهيم الخليل، لكن رده على أنه بيت الله لا بيت العرب. الأمر الثاني من الدروس في حادثة تحويل الفتنة سرعة الاستجابة لأمر الله. إذا قال الله لك افعل ولا تفعل اعمل لا تستجيب على هذا الأمر. ربنا أدوى بوالديه الإسلام. كم واحد كده مقدم أبوه ومقدم أمه؟ طب الجار الوصية للجار كم فينا من يؤذي جار؟ من معاملات الإسلام التي فرضت فيها. لكن تعالى شوف الصحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في قمة الاستجابة لأمر الله عز وجل. هنشوف الأمر حينما قال الله عز وجل فهل أنتم منتهون كما قالوا ليسوا ولا الله وتساموا ليسوا من عدد الشيطان فتسامون عليكم تفلحون كما قال فهل أنتم منتهون قالوا لا إله إلا الله لأمر الحمار إلى وليضلن بكفرهن على جنوبهن فكذلك بقى أخذ نصر الصغار عن الإسماعيل كده وكذا عمدنا إلى رؤوسهن استطاعا لما عن الشداء وعلى الأحمار سرعة الاستجابة إلى أمر الله عز وجل. انظروا إلى سرعة الاستجابة لأمر تحويل الفتنة. أمر الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وإن أول صلاة صلاها صلاة العصر. فخرج رجل ممن كان صلى مع رسول الله صلى مع القوم خرج واحد. فخرج رجل ممن كان صلى مع رسول الله فمر على أهل المسجد الكتابين فوجد الناس يصلون فيصلوا ذلك فقال فقال الرجل الذي قال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله إلى البيت. يا جماعة المنافقين أقسم بالله العظيم أنا صليت من 5 دقائق مع سيدنا النبي كده في الكعبة. شوف سرعة الاستجابة. يقول الحديث أول حديث فداروا إلى البيت وهم على هيئة الركوع. يا الله سرعة الاستجابة إلى أوامر الله عز وجل. بس يقول بقى صلاحنا خلصت ركعتين وقبل الصلاة على ركعتين وقبل الفجر والفجر لا لسه عندي. فداروا إلى الكعبة وهم على هيئة الركوع. سرعة الاستجابة إلى أمر الله عز وجل لم ينتظروا ولم يعلموا. اشمعنى؟ احنا رحمنا ورحمنا لأن أوامر الله عز وجل ليس فيها لذلك، لأن هناك امتحان لذلك القلوب بنحو ذلك الرسول لمن ينطلق على حقه وأوامر الله لا تعلم بعيدها. ربنا يقول نوت الحق والنبي يقول نوت الحق ونوت الحق وجدنا أننا يقبل الحق نحن نتحقق على الحق. لكن أوامر الله عز وجل لا تعلم، إنما هي إيه؟ السمع والطاعة إذا أمر الله عنها. الأمر الرابع أيها الأحبة أن شهر شعبان فيه ليلة نصف من شعبان ليلة الرحمة والمغفرة والعتق من الله. قال صلى الله عليه وسلم يطلع الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى جميع خلقه فيغفر لجميع
ثم ذكر في هذا الحديث أن الشرك هو الرياء، أن تعمل العمل من أجل أن يقال عليه وضبطه. فيغفر الله لجميع الخلق إلا لمشرك أو مزاحم. المزاحم هو الذي بينه وبين أخيه خصومة في ليلة نصف من شعبان، أبواب الجنة وأبواب السماء مغلقة في وجوه أولئك الذين لم تصفوا قلوبهم ولم تعرف قلوبهم معنى البعد ولا النقاء ولا الصفاء. أبواب الجنة وأبواب السماء مغلقة في هذه الليلة المباركة في وجوه هؤلاء المجاهدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تجد له يخالفكم. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحقيقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين والكون كما لا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. ثم اما بعد، في ليله نصف من شعبان ترفع الاعمال الى الله عز وجل. في ليله نصف من شعبان ترفع الاعمال الى الله عز وجل، ورفع الاعمال يمر بثلاثة مراحل. يرفع عمل الليل قبل النهار، ويرفع العمل الأسبوعي يوم الاثنين والخميس، ويرفع العمل السنوي في ليلة النصف من شعبان. يرفع عمل الليل قبل النهار يوميا، يرفع العمل. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعود الذين باتوا فيكم فيقتلهم الله عز وجل وهو يعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فقال يقولون: يا رب تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. تركنا العصر والرياء، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ثم العمل الأسبوعي، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ثم يرفع العمل السنوي ليلة النصف من شعبان. قال صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله ليلة النصف من شعبان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إنما سئل عن كثرة الصيام في شعبان قال: شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أنت أيها الحبيب، ماذا تحب أن يرفع إلى الله عز وجل من عملك؟ أن ترفع الملائكة صحائف أعمالك إلى الله وليس فيها شيء، أو أن ترفع الملائكة صحائف أعمالك وفيها أعمال قليلة بسيطة يسيرة لا تؤدي بك إلى درجات العلم، أم أن ترفع أعمالك إلى الله وهي في غاية الإتقان
والجوع والشكاية المشكل أنا مشاحن عمل اليوم وعمل الأسبوع وعمل الثاني يوم جدا ربنا يقول الملائكة انظروا على هذين حتى يصطلحا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين اللهم وجه قومنا في ولد ولا توجه قومنا في ولد ولا تسلط علينا في يومنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ من كل مكروه وسوء واحفظ رجالنا من كل مكروه وسوء اللهم صل وسلم على رسولك واهلنا وتشهد بسوء ورد كيده الى نفسه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم من تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم لا تقطع لهم رايه ولا تحقق لهم رايه واجعلهم في عالم الولايه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم وارحم الاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله يا الله الله السلام